وفي رمضان وبعد صلاة التراويح ومع الحاجة الحلوة بيحلى السهر، خاصة لما رمضان يكون جاي في الشتاء زي السنة دي. وفي رمضان وبعد صلاة التراويح بيحلى السهر مع الحاجة الحلوة، خاصة لما رمضان يكون جاي في الشتاء زي السنة دي. و... وبرنامج التلفزيون والإذاعة السنة دي مليان حاجات جديدة تسلي بيها وقتك. أول حاجة فوازير رمضان، ومسلسل فكاهي هيكون بطولة المعلم رضا ونبيلة السيد وصفاء أبو السعود. ومعانا مسلسل الدوام اللي هيكون عبارة عن 13 حلقة بطولة محمود ياسين ونيلي. وطبعا احنا عارفين ان محمود ياسين هو نجم السينما رقم 1 السنة دي، وعشان ما تضطرش تنزل في رمضان للسينما احنا جبناهولك لحد بيتك تشوفه في التلفزيون. الحلقات هتبقى تأليف إبراهيم الورداني وإخراج نور الدمرداش. وكمان دكتور مصطفى محمود اللي قدم لنا البرنامج الناجح اللي بنستناه دايما، العلم والإيمان، هيقدم لنا السنة دي مسلسل من 7 حلقات اسمه العنكبوت. هيكون طبعا من تأليف دكتور مصطفى وإخراج يحيى العلمي، بطولة محمود المليجي ومديحة كامل وعزت العلايلي. وبيقولوا إنه هيكون بيتكلم عن الخيال العلمي. يا ترى التجربة الجديدة دي هتنجح ولا هتفشل؟ كمان عندنا مسلسل جاسوس على الطريق، هو عبارة عن 13 حلقة بيقوم ببطولته عدد كبير من الممثلين، يوسف شعبان ويوسف فخر الدين وإبراهيم خان وحمدي أحمد وزيزي البدراوي وأشرف عبد الغفور وصلاح نظمي. هيكون من تأليف محمد عبد الرحمن وإخراج إبراهيم الشقنقيري. كمان السهرات التلفزيونية ليها نصيب معانا، وهي سهرة الشبكة. كمان السهرات التلفزيونية ليها نصيب معانا، هتكون زي فيلم قصير. وعندنا سهرات كتير زي الموديل، ظلال الشك، شمس ليلة طويلة، رجل زائد عن الحاجة، والبحث عن جريمة. وكمان عندنا فيلم عالمي اتصور في مصر واشترك فيه ممثلين من بلدنا، وهو الفيلم التلفزيوني نفرتيتي اللي قامت ببطولته نجمة السينما العالمية جيرالدين شابلن ومعاها جون جالن. أما الممثلون المصريون اللي شاركوا في الفيلم ده كان محمود المليجي وصلاح ذو الفقار، وفنانة من الوجوه الجديدة اسمها داليا أبيض، وهي ملامحها فرعونية جدا. دي كانت خريطة التلفزيون في رمضان. دي كانت خريطة التلفزيون في رمضان الموسم ده. أتمنى تعجبكم، وإلى اللقاء في نشرة أخبار جديدة. وبما ان رمضان قرب، كل ست فينا بتبقى محتارة تعمل ايه على مائدة الافطار، وعلشان كده هنقول لكم 3 وصفات من سفرة النجوم. اول وصفة معانا هي وصفة الحمام المشوي بايدين شريفة فاضل، وهي الوصفة المفضلة عند زوجها الفنان السيد بدير، وبتصمم تعملها له بايديها. بتقول شريفة فاضل ان الفن في الطبق ده في طريقة عمل الخلطة اللي لازم تعمليها بدون تحمير. الموضوع كله في ان انتي تقطعي كمية كبيرة جدا من البصل، تخرطيه مش تفرميه، لان ده لو فرمتيه او بشرتيه بيخلي الخلطة طعمها مر. وبعدين تحطي على البصل كمية حلوة كده من السمنة والزبدة وكبدة الحمام والفريك، وتتبليها بكمية كبيرة من البهارات. بعدين تحشي الخلطة جوه الحمام، أهم حاجة تكون الخلطة نية. ونبدأ بحشو الصدر والبطن، وبعد كده تقفلي الحمام بالخياطة أو بالقوانص عشان الحشو ما يخرجش. وتغلي حبة مية مع بصلة صغيرة والحبهان، وبعدين تشيلي الحبهان
وتسلقي فيها الحمام، وبعدين تشيلي الحمام ويتحمر ويتقدم سخن، وبالهنا والشفا. تاني طبق معانا النهاردة من سفرة الفنانة شويكار، وهو طبق الفول، بس هي بتقدمه بطريقتها الخاصة اللي بتحبها، وبتحب دايما يكون موجود كل يوم على سفرة الفطار وجنبه لبن زبادي. أول حاجة بتجيبي حتة من اللحم الأحمر على حسب كمية الفول، تقطعيها قطع صغيرة قد عين الجمل أو أقل، تشوح في السمنة كأنك هتعملي كمونية، وتحطي شوية مية لحد ما اللحمة تستوي. بعدين تسلقي عدد من البيض مناسب لكمية الفول، وتقشريه وتقطعيه نصين، ويضاف اللحم والبيض للفول، وبعدين تحطي شوية شرايح بيض للتزيين، وبس كده. سهلة قوي فعلا. الحلو فبتقدمه لنا الحلوة سعاد حسني، وهو طبقها المفضل، وبتحرص ان هي تعمله رغم. اما طبق الحلو بتقدمه لنا الحلوة سعاد حسني، وهو طبقها المفضل، وبتحرص ان هي تعمله حتى لو كانت راجعة من التصوير تعبانة، لان هي بتحب الجلاش جدا، وبتقول ان الفكرة كلها في ان انتي تحمري الحشو في كمية قليلة من السمن، سواء بقى انتي هتحشي بندق، عين جمل، لوز، وبعدين تحطي عليه شوية جوز هند مبشور. ولأن سعاد حسني بصراحة ما بتحبش تقعد كتير وتتعب نفسها، فبدل ما تلفه بتحطه طبقات، طبقة جلاش وعليها شوية طبقة من الحشو. بس المهم ان سمك الصينية اللي هتحطي فيها جلاش ما يزيدش عن 2 سنتي، وتقطعيها على شكل جواهر صغيرة كده، سمبوكسات يعني بالبلدي، وبعدين تدخليها الفرن، وأول ما بيخرج من الفرن بنسقيه بالشربات بس. ودي كانت الوصفات النهاردة اللي جبناها لكم من سفرة النجوم.